السلام عليكم. اليوم سنقدم لكم عرض متكون من تحليل عدة وثائق على موضوع مجال العمل. سوف ندرس 8 وثائق لها كموضوع مشترك عالم العمل. لكن أولاً سنحاول تقديم الموضوع في بعض كلمات. ما هو مجال العمل؟ يعرف العمل بأنه الوظيفة والمهنة، أما اصطلاحاً فهو الجهد الجسدي والفكري الذي يقوم به الإنسان من أجل تحقيق هدف معين يعود عليه بالنفع. في هذا العرض سنحاول الإجابة على المشكلة: كيف يبدو لنا العمل كواجب وليس كحق؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن الحق في العمل مذكور في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 23 أن كل شخص لديه الحق في العمل وفي حرية اختيار هذا الأخير وفي ظروف عادلة ومرضية، وأيضا في الحماية من البطالة. يؤكد أيضا أن كل شخص عامل لديه الحق في راتب يسمح له بتلبية احتياجاته الأساسية. ولكن نظرا لظروف العمل الحالية لبعض الناس، فقد يمكننا أن نعتقد أن العمل لم يعد حقا بل واجبا. هذه الوثيقة هي عبارة عن صورة نرى فيها عدة شخصيات. أولا يمكننا أن نرى على الجوانب عدة شخصيات يرتدون ملابس سوداء، إنهم يمثلون الكل. ما كل الموظفين مشروطون أن يكونوا. الصورة الاجتماعية التي يجب أن يصلوا عليها جميعا وفقا للمجتمع. في هذه الصورة اليد الضخمة ترمز قوة الطبقات الغنية والسلطة التي يتمتع بها الرئيس على الموظفين. يختار موظفينه وفقا لتوقعاته الخاصة. له الحق في رفض أي شخص لا يتناسب مع الصورة التي يريد أن يعطيها لشركته. يمكننا أن نرى في وسط الصورة شخصية تختلف عن الآخرين من خلال الألوان التي ترتديها. على عكس الآخرين يمكننا رؤية وجهه وتعبيراته. يبدو منفصلا على الآخرين بسبب خلافاته. نرى أيضا أنه ممسوك بهذه اليد. هذا النص السردي المسمى شغلان للكاتب يوسف إدريس عبارة عن تسلسل أحداث بشكل مترابط، ويتألف أساسا من أسباب وعواقب متشابكة. عبد الشخصية الرئيسية لا يجد عملا رغم إتقانه لمجموعة من الحرف، مما يجعله فقيرا، وهذا الفقر يجعل علاقته بزوجته متوترة. فمن أجل إصلاح علاقته مع زوجته والخروج من الفقر، باع عبد دمه وأصيب بمرض فقر الدم بينما تبقى فقيرا. لذلك يمكننا أن نستنتج أن نقص العمل يؤدي إلى العديد من المشاكل المادية والمعنوية على السواء. ثم شاهدنا هذا الفيلم الصامت من عام 1936، مدته 4 دقائق، ويمكننا أن نقترح له كعنوان شارلي شابلن في العمل، أو العمل في بداية القرن 20. تجري أحداث الفيلم في معمل فيه مجموعة من العمال يشتغلون بنظام سلسلة بلا توقف وفي شروط قاسية. فهذا العمل يهدد صحة وحياة العمال ولديه تأثير نفسي سيء عليهم، ويمكنه أن يصل إلى درجة الهوس. فهذا الفيلم ينقل رسالة فلسفية بطريقة مضحكة. سخريته تعبر عن قضيته الجادة. بالإضافة، رسالته الاجتماعية تظهر استغلال الرأسمالية للإنسان، ورسالته النفسية تظهر وصول الإنسان إلى درجة الهوس والإدمان، فلا يتحكم في نفسه لأنه مبرمج. هذه الوثيقة مقتطفة من تقرير قناة اسمها العربية وتمد حوالي 7 دقائق، وتتحدث عن الموضوع: هل المرأة العاملة في أفضل صحة من المرأة ربة المنزل؟
في الوقت الحاضر اكتسبت المرأة العديد من الحقوق وبينهم حق في العمل، بينما فإنهم لا يتمتعون جميعا بنفس مستوى المعيشة أو نفس التعليم. بالتالي ليس لديهم نفس القدرات الفكرية وجسدية للعمل. تواجه المرأة العاملة العديد من الظالم في مكان عملها، يتقاضون رواتب أقل من الرجال ولا يستفيدون من امتيازاتهم، لذلك يتم اختبارهم كل يوم لأنهم يعتقدوا أن النساء غير قادرات على القيام بنفس العمل. وبالتالي فإن الصحة العقلية للمرأة العاملة هشة، ولكن من خلال التنقيل في كثير من الأحيان تكونت صحتهم الجسدية أفضل من صحة المرأة ربة المنزل. هذه الوثيقة عبارة عن نص شعري من الشاعر محمد عمري، سنقرأه الآن. أكره الساعة 8، إنها تزرع الرعب تحت وسائدنا، وتقص شرائط أحلامنا المطمئنة، تسرق حاجاتنا للحياة بحرية، وتحدد وجهتنا في الصباح، نسير بلا أي وعي إلى سجننا، ونعود وقد سرق الوقت من عمرنا، لا نحس بما سرق الوقت، نحمل أحلامنا اللمة تزل طفلة، ونسير إلى غدنا سادرين، إلى أن تقول المرايا لنا قد خبرتم، فنضحك مستهزئين وننكر أعمارنا الطاعنة. كم أكره الساعة 8 حين تأتي تفير العصافير خوفا من الجرس المدرسي، يعدل وقته شجر كاذب في الشوارع، وهو يؤدي التحية للعابرين، وتقتد في الحي أصوات الحياة السريعة. فيمكننا أن نقترح له ترجمة فرنسية بكلماتنا الخاصة. La 8e heure me rend aberrée. Elle sème l'horreur sous nos oreillers et coupe les fils de nos rêves apaisés, puis vole notre volonté de vivre en liberté. Par elle, notre destination au matin est déterminée. Nous avançons, sans conscience, vers notre prison, et nous revenons pour voir le temps dont notre vie a été volée. Nous portons nos rêves, et la douleur reste enfantine. Et nous marcherons vers notre triste demain, jusqu'à ce que les miroirs nous disent « Vous avez grandi ». Nous rions moqueurs et nions notre âge. Oh, combien je déteste 8 heures. Quand elle arrive, les oiseaux fuient par peur de la cloche de l'école, ajustent son temps de faux arbres dans les rues, et elle salue les patients. Les sons d'une vie brève sont emballés. يبين هذا النص هشاشة العمل وصعوبته، فضلا عن لحظة الاستيقاظ للذهاب إلى العمل، التي هي لحظة نخشاها ونعتقلها. هذه الوثيقة عبارة عن مجموعة إحصائيات عن تأثيرات العمل عن الموظفين. يمكننا أن نقول أن العمل يؤثر على صحة الناس العقلية وجسدية، يمكن أن يؤدي إلى حالات خطيرة، لذلك يعتبر في هذه الحالة كوباء وليس كحق نمارسه بسرور. أخيرا، نريد أن نقدم اقتباسين على موضوع العمل. لا أريد أن يمنعني الخوف من الفشل من القيام بما هو مهم بالنسبة لي. النجاح ليس مفتاح السعادة، السعادة هي مفتاح النجاح. إذا كنت تحب ما تفعله سوف تنجح. شكراً.